اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اذا كما قراتم في العنوان، تبون لن يضخ اي مليار دولار من اجل شراء الدمم الافارقه، انما هي طعن فقط لاصطياد في الماء العاكر، هكذا صح التعبير. لماذا؟ لان تبون ليس هو الحاكم، والجنرالات لا علاقه لهم بتنميه اي منطقه، حتى المنطقه ديالهم ما نماوهاش. كيفاش ما نميتيش انت الجزائر، انت اللي بيترو دولار الفلوس وهذا، وما قدرتيش تبني مستشفيات، وما قدرتيش تبني بنايات تحتيه، وما قدرتيش دير معامل، وما قدرتيش دير استثمارات اجنبيه غير توفر لهم الارضيه. هذه 10 سنين وهما كيقولوا فيها تغدخل فيها تغتخرج فيها تغدخل فيها تغتخرج. كيفاش هذا زعما غادي ينميو افريقيا؟ اذا هذه كانت غير واحد الطعمه قالوها باش زعما الافارقه باش ما يجريوش على البوريخاريو الى غير ذلك، ولكن هذا يعني هذا غادي يكون يعني مشنقه للجزائر. علاش؟ لانه راه ما غاديش يتنفذ هذا الشيء، وانا اقولها واتحمل فيها المسؤوليه واتحدى فيها الجميع. ما غاديش يتنفذ، ومن بعد غادي يتم الاكتشاف يعني ديال، لانه يعني غادي يتم الاكتشاف ديال هكذا ديال اكاذيب الكبرانات. والمشكله ماشي غادي يتم الاكتشاف ديالهم من دوله او دولتين، وانما من دول، يعني راه دول. وفاش كنقولوا افريقيا راه ماشي 10 ديال الدول ولا 15 ولا، ولكن نفترض كاع كانوا هاد 10 دول ولا فقط هما اللي معنيين. كلشي غيطمع، غادي يكون صراع بين الدول هي الاولى، وكان مثلا في الافق غيكونوا دوك الفلوس. غادي يكون صراع على دوك الفلوس. اعتذر على انقطاع الفيديو. وثاني حاجه هو غادي الفلوس ما غاديش يكونوا، يعني هذه من مسلمات، الفلوس راه ما غاديش تعطيو الاتحاد الافريقي، وما غاديش يكونوا استثمارات، لانه حنا عارفين وكان مثلا بحال المغرب اللي كيستثمر في بلادو وداير فيه مصانع ومعامل، وفين ما مشيتي كتلقى شركات. يقدر يكون شي حاجه في افريقيا، والمغرب راه دايرو من شحال هادي، ويعني وبسكوت وبهدوء، والشركات المغربيه راه داخله كامله لافريقيا. اما يجي دابا يقول لك راه غادي نديرو مليون دولار ولا مليار دولار عفوا من اجل تنميه افريقيا، هذا يعني هذا وحي من الخيال، وشي يعني محاوله اصطياد وصيد في الماء العاكر ليس الا. والازلام ديالو كاين اللي كيصفق، وكاين اللي كيقول لك زعما انه راه داك الشيء خصو يمشي للجزائر، خصو يدير زعما باش حنا غادي نقولوا راه بصح هادشي راه كاين. هو راه ما كاين حتى حاجه من هادشي، راه ما غتعطى لا مليار دولار ولا 5 فرنك هكا. راه والله الا تعطات شي حاجه ما عندهمش اصاحبي. راه كلشي داو الجنرالات، كلشي دا العسكر الجزائري هو اللي دا الفلوس كاملين. شنو يعطيو؟ قال لك فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندهم ما يعطيو، ما عندهم حتى حاجه غادي يديروا الاخر يعطيوها. سمعتو؟ راه ما كاينش، راه ما غيعطيو حتى وزه. صافي الفلوس كيديوهم لارمي، كيديوهم دوك الجنرالات كيديروا بهم المشاريع، عندهم الثروات ديالهم كما جاء على في كتابات بعض يعني الصحف والاستخبارات الألمانية. راه ما غادي يكون حتى حاجه، ما عندهم اللي غادي يعطيو. يعني اي محاوله من هذا النوع، يعني فقط من اجل محاوله كسب الرهان باي طريقه. هذا هو يعني الورقه الاخيره اللي كيلعبها النظام الجزائري، هو انه يعطي الفلوس للاتحاد الافريقي باش يرشي الاتحاد الافريقي. والحاجه اللي الطامه الكبرى هي انه الفلوس ما كاينينش، الفلوس اللي ما كراهم تعطوا كما كنقولوا حنا هنا في المغرب. اذا لن تعطى اي اموال، وليست له مليار دولار، فكل الاموال نهبتها الكبرانات الجزائريه فقط ضحك على الدقن. وسيكون مشنقه قويه للجزائر بعد انكشاف امرهم لدى دول الاتحاد الافريقي. اذا غادي تكون تما واحد الانتحار يعني في لاسيد ولا في البركان، بحال تصوطا في البركان، بحال عمي تكونوا وعمي شنقريحه، بحال نقص في وسط العافيه ديال البركان. يعني غيدوم ما غيوليش حتى الدخان ما غيطلعش.
كان هذا مجمل الحديث هذا الصباح مشاهدينا الكرام، ونحن